عارف يا صاحبي اللي مضايقني؟ اللي مضايقني دلوقتي ان نفس المسرحيه بتتكرر تاني، يعني بعد اي خروج او اي خساره او اي اي حاجه غلط بتحصل في الكوره المصريه، هوب اول يوم يطلعوا شويه اعلاميين يزعقوا على التلفزيون وكانهم اللي هو ايه، وطنيين جدا والدنيا زي الفل. يعدي اول يوم وتاني يوم الدنيا بتهدى، الناس بتنسى، روشتة اصلاح الكره المصريه تطلع يقعدوا يجيبوا لك التجربه البتنجانيه والتجربه اللي مش عارف ايه والتجربه الموريتانيه ويقعدوا يشرحوها لك ونعمل ونسوي، وهوب يومين هنيجي من المغرب هنقيل حسام حسن عشان خاطر التصريحات اللي عملها وعمل فتنه بين البلدين. طبعا ده اللي هو عايزينه احنا اصلا من قبل البطوله ما تبدا، تمام. بعد ما نقيل حسام حسن هندور على مدير فني اجنبي نجيبه ويكون صاحب اسم مثلا زي هيرفي رينار مثلا، وهوب والدنيا تمشي ويجي مفيش حد بيبص على المشكله منين اصلا. بس انا حبيت الفت نظرهم لحاجه واحده بس، الجيل اللي انت ماسك فيه دلوقتي احسن لعيب فيه صلاح 34 سنه، مرموش 28 سنه تقريبا، رامي ربيعه وياسر ابراهيم دول مبطلين، دول احلى بطوله ليهم، يعتبر اخر بطوله ليهم هيلعبوها تاني. محمد المنشاوي كل سنه وانت طيب، اصلا هو مبطل من قبل ما يلعب. ماشي، ما علينا. وعندك مين تاني؟ ما فيش غير حسام عبد المجيد ومحمد شحاته ومحمود صابر، والرجاله دي اصلا ما كانتش بتلعب وما خدتش خبرات. وابراهيم عادل اللي احنا كلنا كنا مبسوطين بيه في الاولمبياد، ابراهيم عادل بطل كوره من ساعه ما بيراميدز رفضت الاحتراف بتاعه وهو بطل كوره. بس ليه بنلوم على الانديه؟ مفيش ضوابط تحكم الانديه يبقى انت ما تتكلمش. كل واحد بيدور على ان هو يستفاد اكبر استفاده ممكنه، وده حق اي حد ان هو يشوف ايه اللي احسن له يعمله. القصه كلها ان انا شايف نفس الاخطاء بتتكرر، واللي عاجبني اكتر بقى ان الناس بتصدق، يعني فاهم اللي هو ايه، انت بتضرب واحد على قفاه، كل ما يحصل حاجه تضربه على قفاه ويرجع لك تاني تديله على قفاه، يبقى مين اللي غبي؟ يبقى مين المشكله في مين؟ في اللي بياخد على قفاه ولا اللي بيضرب؟ اللي بياخد على قفاه. فهي الكره المصريه هتفضل كده، انت هتفضل تاخد على قفاك وتصدق، وانا هفضل اخد على قفايا ونصدق، وهتفضل ماشيه. فحلها ايه؟ نعتزل التشجيع، لان هي مش هتتصلح. مش هتتصلح ليه؟ لان كلها فسده، كلها فسده من اولها لاخرها، من فوقها لتحتها، ما فيهاش. ومحدش عارف يتكلم ومحدش هيطلع يتكلم ومحدش هيقول حاجه. ليه؟ لان دول حتى اليوتيوبر المشاهير محدش فيهم بيعرف يتكلم. يعني الناس اللي هم اليوتيوبر الجامدين مش هيتكلموا. عارف ليه مش هيتكلموا؟ هيبقوا خايفين لو قناتهم تتقفل ولا اللجان تيجي عليهم بلاغات وبتاع وتقفل لهم القناه. يا باشا هي كلها كده بقت، كله بيدور على المصلحه، كله بيدور على الجنيه. الدوري، حتى الدوري بتاعك اللي انت عمال تقول كل ما حد يتكلم يقول لك المحترفين، يقول لك احنا خدنا 3 افريقيا بلعيبه محليين عادي، كنا نايمين افريقيا كلها بمحترفينها. ما تقارنش ده بده. بص على الظروف ساعتها، بص على الدوري ساعتها. انت عندك الدوري ساعتها كان فيه مين؟ كان فيه محله واسماعيلي ومصري والزمالك والاهلي، وكله فايق، كله بيجيب، كله بيطلع. الاسماعيلي دوت هو اللي مطلع جيل التاريخ لمنتخب مصر، لا الاهلي ولا الزمالك. وانا زملكاوي بقول لك كده، الاسماعيلي دوت مطلع لعيبه اسود، احمد فتحي، عبد الله السعيد، سيد معوض، محمد حمص اللي جابوا جون في ايطاليا. هديلك مين ولا مين؟ هديلك مين ولا مين ولا مين يا جدع؟ ده الجيل بتاع اللي هو الجيل بتاع ده كان فيه احمد حسام ميدو ما بينضمش، وشيكابالا ما كانش بينضم، وجمال حمزه ما كانش بينضم، وكان فيه لعيبه كتير، لعيبه كتير جامده. لو موجوده دلوقتي تقعد ادخنها تخين على الدكه. وسيبك بقى ايه تحطها في فكره مدير فني وحسام حسن وبتاع، لا لا مش صح. هي لو جبنا جوارديولا هنلعب نفس الخطه. وكمان مش قصه ان انت انا بس اللي مضايقني في حسام حسن يعني بعد ده كله كده لما قعدت مع نفسي كده وهديت، انت كنت بتطلع على التلفزيون قبل ما تمسك المنتخب تنتقد كيروش، تنتقد اي حد بيلعب باسلوب لعب اللي هو ايه، اللي هو المتحفظ قوي، وتقول احنا مش كده وبتاع. انت لما اتزنقت يا كابتن حسام ولعبت اصل جنوب افريقيا ولقيتها مشيت وعرفت ان احنا كده، بقيت تلعبش ما بتلعبهاش غير كده. فانا ما بحبش البني ادم المتناقض عامه يعني. عندك وجهه نظر خليك ثابت عليها ايا كانت العواقب. مش معنى كده ان انت لما تدرك ان انت غلط تصلح الغلط، بس ما تطلعش تقطم في دول وتطلع تنظر وتعمل لي فيها ها وتنزل انت ساعه ما تحط ايدك تنزل بقى انت في النار تغير التكنيك والحاجات اللي انت متعود عليها، كده غلط. فوالله هي هتفضل كده للاسف، للاسف هي هتفضل كده. فالحل ايه؟ حقنا لاعصابك وخلايا مخك اللي انت بتدمرها بالعصبيه والامراض اللي بتجيلك. بطل تشجيع كوره في مصر، حتى المنتخب بلاش. اهلي لا، زمالك لا، او شجع الاهلي. الاهلي حلو بيجيب بطولات، هتبسطك والله بيجيب بطولات، يا اما بس فكك من الباقي. لكن بقى تقعد تقولي كوره في مصر ومش كوره في مصر، واصل الجماهير، واصل مش عارف ايه، والاعلام يطلع. وعلى فكره الاعلام بيتحمل. بص
انا مش عايز والله اغلط في حد ولا اشتم حد، بس هي مفيش حاجه تعبر عن اللي الاعلام بيعمله غير كلمه واحده، وانا مش هقولها برضه. هما كله بيطبل لكله، خليها ماشيه بيطبل، وكلها ماشيه مع كلها، وكلها بقت لجان، والسوشيال ميديا بوظت الدنيا، وكله ماشي على كله، والدنيا جميله وحلوه، والناس ما مش الناس مبسوطه، مش بناكل عيش، مش انديه الشركات بتاكل عيش، بتجيب اللعيب اللي عايز يلعب كوره تدفعه دم قلبه. يا عم والله العظيم انا كنت بلعب في الشارع، عندي ناس في الشارع اصحابي كانوا بيلعبوا معايا في الشارع، وربنا يقعدوا اتخانها تخين بيلعب كوره في المنتخب، يقعدوا دكه ويلعبوا. بس فين زمان ايام يعني احنا ايام زمان ولسه هتتدهور اكتر لما كنا صغيرين يعني. يلا ده احنا بقى، ده احنا كبرنا بقى عندنا 20 سنه. لما كان عندنا 10 سنين وبتاع كنا بننزل نلعب في الشارع، ننزل نلعب. بص كنا ما بنطلعش، الكوره دي كانت كل حاجه. نيجي من المدرسه نروح الجرن، بنقول عليه الجرن، ننزل نلعب كوره برجلينا وحافيين والدنيا زي الفل. كان في لعيبه وربنا تقعد نص اللعيبه اللي في مصر دلوقتي دكك. فين بقى دلوقتي؟ اصلا ما بقاش في لعب في الشارع، الناس بقت تزعلك تقول لك ما حدش يلعب هنا، الحاجات اللي احنا عارفينها في الارياف دي. بس فين اللي كان بيبص؟ مفيش حد. زمان بقى ايام الاجيال التاريخيه دي كان في كل منطقه، يعني مثلا قريه زي بلدنا مثلا هتلاقي فيها واحد قاعد كل وظيفته ان هو يتفرج على العيال الصغيره بتلعب في الشارع، ويشوف اللعيب الحلو يوديه نادي، يشوف اللعيب اللي بيعرف يشوط كويس يطوره يوديه نادي معين. كل منطقه فيها كشاف، راجل كده كابتن غلبان بياخد حسنته بعد ما يودي اللاعب من النادي او من الوكيل اللي هيوديه له للاعب، حاجه بسيطه ودي شغلته. هي الكره للفقراء، المواهب كلها في الفقراء. اصل الفقير بيدور على الفقير قدامه سكتين علشان يطلع. السكه بتاعت اللي هي السهله دي اللي هو يبقى ممثل او لعيب كوره مشهور او بتاع عشان خاطر يوصل، يا اما سكه التعليم ان هو بقى يقعد يتعلم ويفحت ويموت في نفسه، وفي الاخر برضه بيحبط. اوعى تكون مفكر ان هو بعد ما بيتعلم ويعمل كده بيطلع برضه. مفيش منه الكلام ده. ليه؟ لان الموضوع له ابعاد كتير وحيثيات كتير احنا مش هنقدر نتكلم عنها. سكه التعليم في مصر دلوقتي من اسوأ المنظومات التعليميه اللي موجوده في العالم. احنا هنا في مصر الرياضه، انت اسوأ منظومه رياضيه في القاره وانا مش هقول في العالم لان في دول متخلفه في الكوره طبعا مع احترامي الشديد ليها، بس انا هقول لك في القاره هنا في مصر انت في المصاف الكبار اللي هو الكاتيجوري ايه، انت اخره، انت مفيش، انت ابيض. ومحدش يقول لي الاهلي بياخد البتاع والزمالك بياخد البتاع. انا مالي ومال الاهلي والزمالك؟ هنعمل بيهم ايه دول يعني دول هم اللي هيطوروا الكوره في مصر؟ الاهلي والزمالك بيخسروا كل سنه مليارات، الاهلي بيخسر مليارات والزمالك بيخسر مليارات، والدنيا خربانه، ومحدش بيطلع يقول حاجه علشان خاطر ما هي ماشيه، وفي ناس بتاكل عيش من الموضوع، وفي مصالح وفي دنيا وفي برتيته جامده، وكل مدى بتبوظ، كل مدى بتخش في سكك انجس. فاهم يعني اللي هو حته النجاسه في حته معينه، مثلا السنه اللي بعدها بتبقى الحته دي بقت كده، لو هي كده بتبقى بقت كده، فانت مش هتوصل. فهي بس المشكله مش مشكله حسام ولا مشكله ابراهيم ولا مشكله يورجن كلوب لو جبت ضرب المنتخب، ولا المشكله ان انت ما عندناش، احنا ما عندناش يا جماعه، والله ما عندناش لعيبه كوره، ما عندناش تنظيم، ما عندناش ملاعب، ما عندناش بنيه تحتيه في الكوره، ما عندناش تطوير. لا، والاعلام يمسك بص اللي هو احنا شاطرين قوي في تتبع التفاهات، مش عارف لعيب مين اتخانق مع لعيب مين، او لعيب مين عمل ايه، او نادي فلاني عمل. احنا مالنا؟ احنا عايزين ناس تطلع تتكلم، يا تتكلم في الكوره يا تتكلم في حاجات تطور. حتى لو مش هتحصل الحاجات اللي واحد هيقول لي مش هتحصل الحاجات اللي هم هيتكلموا فيها، يبقى عملوا اللي عليهم على الاقل، يبقى قاموا بدورهم. وبعد كده لو حصل ما حصلش دي مش بتاعتهم بقى. لكن مش نقعد نرغي ونجيب ده اصل ده بيضرب في ده، وده بيتخانق مع ده، وده بيشتم في ده، وهي هتفضل ماشيه كده، يبقى مفيش حد هيعمل حاجه. زي ما هي ماشيه دلوقتي، جماهير الاهلي ماسكه في جماهير الزمالك، الدنيا زي الفل ولذيذه، وواحد فوق وواحد تحت عشان تبقى المعادله موزونه، لازم يبقى واحد فوق وواحد تحت، ما ينفعش الاثنين يبقوا راس في راس. وبرده مش عشان انا زملكاوي بقول كده، ممكن في وقت على فكره لما يعني مثلا لو علشان بس جماهير الاهلي هي اللي اكتر، مش يعني هي معموله كده، يعني لو جماهير الاهلي هي اللي اقل كان الزمالك ولا يبقى مكان الاهلي، وبرده ده مش حل. الكوره بره بتدار ازاي؟ بيجيبوا ناس متعلمه، ناس فاهمه، مش شرط الكل لعب الكوره، بس ناس درست مانج، درست اداره رياضيه، تعبت، سهرت، عارفه ان يعني ايه البروجكت بتاع الكوره بيتعمل ازاي في النادي، عارفه يعني ايه تكنيكال دايركتور، وعارفه يعني ايه مدير رياضي، وعارفه يعني ايه مدير تعاقدات،
وعارفه، وناس درست ده كويس، مش ناس مش حسين لبيب ولا محمود الخطيب عشان لعبوا ده واحد لعب يد وواحد لعب كوره، لا مفيش منه الكلام ده.